حبايبي ان شاء الله انا هبدأ معاكم طبيخ القراميط. انا معايا القحف زي ما انتم شايفين كده، وعملت له الخلطه بتاعته. بشرت بصله في الكبه وحطيت عليها بهارات فلفل اسود وكمون وكزبره، ولازم تكتروا الكمون والفلفل الاسود شويه وتعملوا الخلطه زي ما انتم شايفينها كده. ولازم الحدق بتاع القحف يبقى عالي شويه عشان يشرب منه في التسبيك. انا هحشيه وهو هيتحشى من بقه من هنا، يعني لما اجي احشي القحف هحشيه من هنا، من بقه من قدام من هنا. هدخل البصل من هنا. ليه بدخله من هنا ما بدخلوش من ورا؟ علشان لو دخلته من هنا البصل مش هيخرج تاني. لما انزله في الصلصه وفي تسبيكته واسيبه يشرب من الصلصه مش هيخرج بره، هيبقى ممسوك ما بين الخياشيم. انا همليه قدامكم، هحشيه قدامكم حشوه على الاخر واوريكم البصل بيبقى لغايه فين، وهنزله في النار القراميط قدامكم واوريكم شكلها عامل ازاي. انا يا حبايب قلبي حشيته قدامكم بالطريقه دي. ما شاء الله انتوا شايفين القحف كده اتملى على الاخر. دخلته من قلب بقه البصل وحشيته لغايه ما وصل للخياشيم والظهر القحف من ورا كده. انا هنزله في الصلصه. بقيه المرته اللي موجوده دي انا هنزلها في الصلصه، هوريكم معايا، خليكم تابعوا معايا. انا معايا الصلصه بتاعته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا هسيب الصلصه تغلي وهنزل المرته اللي فايضه من القحف في قلبها، ولما تغلي معايا وانزلها وهسيبها تغلي 10 دقايق كده وهوريكم النتيجه النهائيه عامله ازاي. انا هنزل معاكم كده يا حبايبي، هنزل القحف على الوش كده لغايه ما يستوي، وهرصه جنبه الجزل بالطريقه اللي احنا شايفينها ده. الملح والفلفل حدقه مظبوط، ونكتر الشطه شويه، كل واحد حسب الرغبه. انا هسيبه يستوي وادخله الفرن عشان يحمر. هدخله على نار عاليه طبعا عشان احمر الوش. وبعد ما ياخد ربع ساعه في التسبيكه دي انا هقلب القحف ظهره يبقى تحته ووشه فوق عشان ياخد وش. بس انا سايباه كده علشان البصله تستوي داخله وتبقى المرته بتاعته مستويه. انا ان شاء الله باذن الله هوقف الفيديو كده لغايه ما يستوي ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه.